السلام عليكم. ازيك عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. انا اسمي يسرا محمد وبتكلم عن مواضيع عامه تفيدنا في الحياه زائد العلاج الطبيعي. النهارده قررت ان انا اتكلم عن فقدان الشغف. يلا بينا. الشغف كلمه بقت بتتكرر كتير قوي الفتره دي، بقينا كلنا بنقول انا فاقد الشغف، انا فاقد الشغف، انا فاقد الشغف، الحقيقي انا فاقد الشغف. خلاص بلا صياح، ارجوكم بلا صياح، الوضع ريلاكس. خلاص عرفت والله ان انت فاقد الشغف. النهارده قررت ان انا اقول لك على اسباب فقدان الشغف. يلا، اسباب فقدان الشغف. اول حاجه هو ما عندكش شغف اصلا. ايه بجد؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. الفكره كلها انك مش محدد اهداف، مش محدد شغف. الشغف هو الهدف، فانت مش محدد اهداف. بمعنى انت عندك كذا حاجة عايز تعملها، 1 2 3 4 5. طب حدد واحدة واعملها. لا، انت مشتت نفسك بحاجات كتير جدا، فطبعا حاسس ان انت تايه، وبالتالي حاسس باحباط، ما بتعملش اي حاجة، فبتعيش في دوامة، وبعدين نرجع لي انا فاقد الشغف. دي حاجة، وهي انك مش مخطط لحياتك. مش مخطط لحياتك دي بمعنى يومك او اسبوعك او السنه اللي انت فيها، ايا كان الوقت اللي انت فيه. مش لازم حتى تخطط اسبوع ولا سنه، خطط لليوم. طيب، معنى ان انت دلوقتي مش مخطط لليوم بتاعك، طيب هتلاقي ان اليوم ماشي عشوائي جدا، وهتلاقي ان انت مش عارف تخلص الحاجات المهمه اللي انت عايز تعملها، لانك مش محددها ومش مرتبه في دماغك بترتيب اولويات. ايه المهم؟ طب ايه الاهم؟ طب ايه اللي اعمله بعد كده؟ فطبعا حاسس ان اليوم ماشي عشوائي جدا، وهتحس ان اليوم بيعدي في ثانية ومش مستفاد منه اي حاجة، وحسيت ان اليوم عدى واليوم بيتكرر زي اليوم اللي بعده. تالت حاجة، عاداتك السيئة. عاداتك السيئة طبعا نوم كتير، اكل غير صحي، صلاة غير منتظمة، كلام نميمة كتير، نوم كتير تاني، احباط، ملل، حاسس بفقدان الشغف. رابع حاجة، السوشيال ميديا، طبعا المؤشر الاساسي والمحرك الاساسي لفقدان الشغف. بمعنى السوشيال ميديا دلوقتي بقت بترفع الطموحات بتاعتنا قوي. بمعنى انا لازم دايما افضل بتحرك، لازم دايما بفضل ايجابي، لازم دايما بروح مطاعم، بصرف فلوس، بعمل كذا، لازم دايما ابقى سترونج اندبندنت وومن، لازم دايما ابقى سترونج اندبندنت مان، لازم دايما ابقى قوي، لازم دايما ابقى باورفول، لازم دايما. طبعا الكلام ده غير واقعي. غير كمان ان معظم البلوجرز دلوقتي بيدولك صورة كده او فيلم عن حياة افتراضية بتاعتهم اللي هي اصلا مش حقيقية بنسبة 95%. فطبعا بتحس بعدم رضا، بملل، باحباط، بفقدان الشغف. طيب، انتي قلتلنا على الاسباب، امال ايه الحلول؟ يلا بينا اقول لكم على الحلول. انا نفسي مش عارف. اول حاجه، خد الموضوع ببساطه. خد الموضوع ببساطه، اتعامل مع الموضوع ده على انه عادي، دي حاجه طبيعيه. اعتبر ان هي مجرد حاجه بتجيلك في حياتك عاديه جدا هتعدي عليك، فلازم تاخد المواضيع ببساطه. تاني حاجة، ابدأ بخطوات بسيطة. يعني ابدأ حدد بس الهدف بتاعك وابدأ بخطوات بسيطة، مش لازم تبقى حاجة كبيرة قوي. يعني لو عايز مثلا تبدأ رياضة، مش لازم حتى تبدأها من الجيم، ابدأ من البيت، اعمل خطوات بسيطة. تالت حاجة، ابدأ بمعنى اعمل اي حاجة، المهم تتحرك، تعمل الاكشن نفسه. لان الفكرة كلها في البداية. لو بدأت هتلاقي ان الفعل ورا فعل ورا فعل بيجمعوا مع بعض وبيخلوك تعمل الحاجة اللي انت عايزها. رابع حاجة، لازم تتقبل ان دي حاجة عادية جدا، وان فقدان الشغف ده حاجة عادية جدا، ولازم تعدي عليك. زي ما بيبقى فيه بطارية بتشحنها وبتبقى مليانة وكويسة، اول ما تفضى هتلاقيها الاداء بتاع الجهاز اللي هي محتاج البطارية دي شغال وحش جدا. فطبيعي جدا لازم تتقبل الحاجة دي، لازم تتقبل ان انت هتحبط، ان انت هتقع، ان انت هتيجي فترات مش قادر تكمل، حاسس ان انت مش خلاص يعني انتهى الدنيا باظت خلاص. لا، ده عادي جدا، ولازم تتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي جدا،
وان انت تاخد وقتك ساعتها، وان انت تدي لنفسك فرصة ان انت تسترجع نفسك عشان تقدر تكمل. بس اهم حاجة ما توقفش، استمر، ما تقولش خلاص. يعني زي ما بيقولوا كده في مثل صيني، لما تيجي اقع على وشك، ما تقعش على ظهرك، عشان لما تقع على وشك تعرف تقوم تاني. لكن لو وقعت على ظهرك هتنام وتكمل نوم بس. وانا كده خلصت الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، شير، سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان توصلك جديد. حط لكم لينك الفيسبوك، انستجرام، و سلام عليكم.